انا شايله طاجن ستي بقالي اسبوعين، ف هنعمل الفيديو ده لهدف. لان انا بشرب نسكافيه. هتقولوا لي ليه مش شاي بلبن؟ انا الحقيقه بشرب نسكافيه كنوع من انواع جلد الذات، عشان انا مبحبش النسكافيه. اول حاجه مبسوطه قوي ان الفيديو اللي فات عجبكم، مبسوطه قوي بالكومنتس اللي على الفيديو اللي فات، وشكرا لاي حد كتب لي كومنت وكده. مثلا انا دلوقتي حاسه ان انا مش هقول ان دي اكتر وقت في حياتي مش حلو، بس هو من ضمنهم. يعني هما كده، احنا هنا يعني في حته مش حلوه. فينا دلوقتي في الاستادي ليف. النهارده اليوم ال13 من الاستادي ليف. 13 يوم عدوا، انا بجد ذاكرت كتاب واحد، فيعني عايزه اموت نفسي. ماشي، بس انا متماسكه. الدنيا ساقعه والشتا دخل. فين دخلت الشتا دي اللي هو انا بشد البطانيه وهنام؟ انا لسه صاحيه، ما رحتش الجيم النهارده. مش عارفه، يعني انا كلامي مش مرتب، كان نفسي ارتب كلامي، بس عشان مش عايزه اطول. كل الموضوع دلوقتي ان انا قررت ان انا احط الطرحه وافتح الكاميرا علشان بس نحط، فاهمين قصدي؟ عايزين نحط كده، عايزين نفك كل الكتب دي. برج الكتب المفروض ان انا اخلصه. حلو. الامتحان فاضله 15 يوم او 17. الامتحان فاضله 17 يوم. طب والله حلو يعني. عايزين نخلص بقى. انا الاسبوعين اللي فاتوا انا عارفه ان انا بجد كنت مقصره مع حق نفسي، عشان حاسه ان انا مش كويسه بصراحه، وعايزه انام، مش عايزه انزل، مش عايزه اعمل حاجه. فاهمين الوضع؟ بصوا يا جماعه، سطر الكتب ده المفروض يخلص نصه مثلا. انا مش جاهزه، بس يعني مفيش اوبشن، ما قدامناش حل. هننزلهم دلوقتي. وكمان السعادة دي مش محطة احنا عايزين نوصل لها، السعادة دي حالة احنا عايزين نعيشها. فعقلي يكون متبرمج على طول ان انا مش لازم عشان اتبسط ان انا لازم اعمل حاجة كبيرة، ان انا لازم اسافر، ان انا لازم اشتري حاجة غالية، ان انا لازم اسهر سهرة كبيرة مع صحابي. لا، انا ابدأ اعود نفسي واحط سوفت وير كده ان انا ممكن حاجات روتينية بكررها اثناء اليوم، وابدا اعمل لها جو معين، وابدا ان انا اتصورها من جوايا انها حاجه بتدي لي السعاده، حاجه في متناول ايدي واقدر اكررها. يعني مثلا فنجان القهوه اللي انا بشربه الصبح ده، انا بدل ما بشربه كده بسرعه قبل ما انزل، لا انا ممكن اعمل له جو معين يخليني ابدا اعيش حاله السعاده. فنجان القهوه ده حاجه ممكن تتكرر. التمشيه للشغل، الشغل نفسه، يبقى معنى كده ان انا في حاجات كتير قوي اثناء اليوم ممكن تتكرر وتبدا هي تجيب لي السعاده دي. طلعت الكتب، ده الورق تشريب الوشي علشان ما اتعصبش. دي كتب الجراحه وحاجات تانية مش عايزين نبصلهم دلوقتي. انا مش عايزه اشوفكم في وشي دلوقتي. شكل كلمه اكتئاب. طبعا من اول هنا الفيديو هيكون غريب. الفيديو ده مش اول مرة انزله. الدنيا بتشتي، يا رب ننجح. اللهم صيدا نافعا. اللهم صيدا نافعا. شكرا للبنت اللي نبهتني ان في مشكلة في الصوت. مكدبش عليكم، امبارح حسيت باحباط شديد قوي، وبعد ما عيطت لحد ما عيوني ورمت قررت انزله تاني واعمل فويس اوفر. الفيديو ده مش مجرد توثيق لشهر امتحانات، هو كمان رسالة ليا وليكم ان حتى لو حاجات كتير ما مشيتش زي ما احنا متوقعين، دايما في فرصة نبدأ من جديد ونحاول تاني. هلو يا جماعه، هنعمل شاي بلبن النهارده 30/11. بصراحه مش عارفه متوتره ولا لا، بس حاسه ان في مليون حاجه لازم اعملها، وحاسه دماغي دلوقتي كلها سايحه كده، كل حاجه عايمه على بعض. الاربع كتب مع الفارما وكل ده كده. صحتكم. الشتا يحب اللبن يتسخن. بعشق لما اللبن يبقى على قد الكوبايه. المفروض ننقي بحذر علشان كل واحده فيها كلمه.
شاي اخضر بالنعناع علشان يروق الاعصاب. الامل هو ثروتنا الحقيقيه. طبعا الشتاء انا عندي امل. حط عسل بقى كبير بقى. فاضل بقى انا مستنيه من نفسي ان انا اراجع المنهج الاخضر كده بالنعناع نظره سريعه علشان لازم ننام بدري. انا مش من الناس اللي بتصل الامتحان خالص ولا تطبق، يعني مبقدرش اعملها في نفسي الصراحه. امتحان زي كل مره، فين افكار بتيجي ليله الامتحان دي اللي هي ايه المشكله يعني؟ ماشي طلعت الاول على الكليه، طلعت الاول على الجمهوريه، ماذا بعد؟ الافكار دي بتيجي ليله الامتحان بجد. رايحه امتحان. عايزه انام. نحط بقى ليب جلوس. متحمسه اوي للامتحان، في نفس الوقت قلقانه اكون ناسيه حاجه. انا حاسه ان مخي مش مجمع النهارده امتحان، حاسه ان انا نسيت كل حاجه. الاخبار في فيديو ظهر لي من فترة خلاني افكر فيه كتير قوي. بتقول ان لو انا بشرب كوباية قهوة واتدلق مني بق، هل هرمي باقي الكوباية علشان اول بق خلاص راح؟ اكيد لا. مش معنى اني ضيعت اول ساعة من اليوم ان يومي خلاص باظ، ولا معنى ان شيء ما بدأش بداية صح انك ما تكملهوش وتضيع الباقي منه. خلصنا. باين عليا قوي الامتحانات بجد. الامتحان كان امبارح، فالحمد لله ان انا كنت عامله حساب الامتحان هيبقى اسهل من كده. انا هقعد في اللي جاي. النهارده 2/12 شهر جديد ومذاكره جديده من اول وجديد. انا تعب النهارده ليله الامتحان. دلوقتي قرب ضاعت. بصراحه الوضع مأساوي، الوضع سيء بجد. انا ما كنتش متخيله، اول مره احس ان انا مخنوقه كده بجد. ده لسه ما خلصش، بس فاضل فيه حبه صغيرين. بس امتحان بكره الصبح. سبحان الله. رايحه امتحن. يا جماعه النهارده احنا امتحاننا، الامتحان كان زي الزفت. هي مش فاهمه تغيرها ليه. هي يا جماعه النهارده 8/12/2024 خلصت البطنه. عارفه انا الليله اللي تتسع فيها اجنحتك الغرفه، هي دي الليله. ليه؟
عشان خلصت بطنه وجروحي هنا. مش مصدقه نفسي. قصدي خلصت بطنه. ايه الهبل ده؟ بطنه نص بطنه. دلوقتي الريفيو. GIT نص نص، هيماتولوجي حب حياتي تحفة تحفة تحفة. مش فاكرة بس كنت متوقعة يجي اسهل من كده. الفارما خلاص انتهت علاقتي بيها، امتحنت عليها نظري وعملي كل حاجة، قلت نشوفهاش تاني. لذيذ. ده كان امتحان امبارح، كانت لذيذة. كبير على الفاضي بجد يعني، شكله خلاص ما جاش فيه اسئله يعني، صغير بس يحير بجد. غلطت فيه مع اني كنت مذاكره كويس. جايبين اسئله عجيبه واختيارات اغرب. كبار السن دول يا ريت تخفوا علينا شويه. اوحش حاجة في الحياة 0/10. انا والبطنه